الحفاظ على العلاقة بين الإخوات بعد الجواز. فمش معنى إنه الأخ اتجوز أو الأخت اتجوزت فأنا خلاص كده بقى سِبت إخواتي البنات وإخواتي الولاد وخلاص ما ليش علاقة بيهم أو بعدت عنهم أو بقى جوزي ليه الأولوية عنهم فخلاص. لأ، هي مش أولويات، المشكلة الناس فاهمة غلط. أنا شايفاها إن مش أولويات، الأولوية لمين؟ أنا ده بالنسبة لي الكلمة مش دقيقة، لأ هي الأولوية مش لحد. الحب بتاع الإخوات وبتاع الزوج أو الزوجة ده حب أنا باعتبره حب غير مشروط. ده ليه حب وده ليه حب. ده ده ليه نوع حب وده معين نوع. أنواع يس. مختلفة تماما. عمري ما هقارن بين حبي لزوجي بحبي لأخويا. ما بالظبط. ينفعش أقارن، مش ما ينفعش يتحطوا في مقارنة مع بعض الزوج والأخ أو الزوجة والأخت، ما انت ينفعش. عارفة ان وجود الحدود اصلا يا فاطمة في الحياة، في العلاقة اللي زي دي هتحمينا احنا كلنا من احنا نحط نفسنا في النص ما بين انا هبقى مع جوزي ولا مع اخويا في الموقف ده. يعني هو بيعتبروها حرب ان انا حرب يعني عارفة. بين الاخت والزوجه والاخ والزوج، لا مش بس حرب تماما. تربيتنا زي في الحلقات اللي احنا قلناها اللي فاتت دي كلها، لو ربنا فعلا ولادنا على حتة الحدود اللي احنا اتربينا اه عليها، هتحسي انه انتقال الحدود او انتقال الاستقلالية بتاعت الاخت والاخ في حياتهم الزوجية هتبقى اسهل وايسر كتير. اكيد اكيد.